السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبب حصول فيلم المراهقون على جائزة منظمة العفو الدولية للأفلام في برلين؟ هذا الفيلم هو الأول في اليمن يحصل على جائزة منظمة العفو الدولية للأفلام في برلين. كذلك هو أول فيلم يروج للإجهاض في اليمن. عرفتم الآن سبب حصول الفيلم على الجائزة؟ هذا الفيلم من إخراج عمرو جمال، وشارك فيه أعضاء من فرقة مسرح خليج عدن، والتي أعلن مدير مكتب ثقافة تعز عن استخدامهم لمحافظة تعز لعرض مسرحية كما يقول. صرحت منظمة العفو في موقعها الرسمي التابع لألمانيا بقولها: فيلمنا الفائز يتحدث بهدوء وبطريقة طبيعية عن مواضيع مثيرة للجدل مثل الدين وحاضر الإجهاض والفقر والحرب المنسية وضغط النظام الأبوي. هذه هي حقيقة الفيلم وسبب حصوله على تلك الجوائز، يا من تحاولون تلميعه وإظهاره بمظهر آخر. إن هذه الجائزة الممنوحة تؤكد لنا أن هذا الفيلم ليس سوى وسيلة للوصول إلى الانحلال الأخلاقي وفتح باب الرذيلة وتثقيف الناس بالطرق الموصلة إلى الإجهاض في مجتمع يحرم قتل الأجنة، وهي دلالة واضحة على اهتمام المجتمع الدولي بكسر القواعد والأعراف الاجتماعية والمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية باسم الحرية الشخصية ومفاهيم حقوق الإنسان والمرأة. الفيلم حاز على جائزة عربية أولية وقدرها 20,000 دولار، ويحظى بدعم وتمويل عالمي. ونفس المخرج هو صاحب فيلم 10 أيام قبل الزفة، والذي ثار حوله الجدل سابقا لمخالفته للقيم والعادات والأعراف اليمنية، والذي تبين بعد ذلك تورط دول عالمية بتمويله وترويجه. هناك سعي ممنهج للوصول باليمن إلى دائرة الفوضى الأخلاقية مقابل صمت مريب من نخبة المجتمع التي تكتفي بدور المشاهد فقط. متى نستيقظ من غفلتنا؟ هل لا زال يخفى على أحد سبب ترويج المنظمات الدولية لهذا الفيلم الذي يشجع على الإجهاض والتحرر من أحكام الولاية والقوامة الشرعية باسم مناهضة السلطة الأبوية والذكورية؟ افضحوهم واكشفوهم حتى يعرف الناس حقيقة ما يسعون إليه. هذا ما تقوله مجلة برلين عن فيلم المراهقون أو المثقلون بالأعباء كما يسمونه. واليوم يأتي موضوع الإجهاض في المقدمة، وهو تذكير بالكيفية التي لا تزال فيها الحقوق التي تم النضال من أجلها في الماضي بحاجة إلى معالجة. كما قالت مجلة برلين أيضا عن الفيلم: يلتقي الموضوعان في فيلم الأعباء، وهو دراما صعبة من اليمن تتناول الإجهاض بعبارات واقعية تماما على خلفية الضغوط الدينية والاجتماعية في بلد إسلامي يمر بأوقات عصيبة. في هذه الأثناء إسراء حامل، وقد أقنعها أحمد بأن الإجهاض هو الخيار الوحيد. يعلن مقطع فيديو من إمام محترم أن هذا لن يتعارض مع الشريعة الإسلامية طالما أن الإنهاء يتم في غضون 120 يوما على الرغم من اختلاف السلطات الأخرى والرأي العام. تقول المجلة أيضا: تدور أحداث القصة على خلفية من الضغوط الاقتصادية الصعبة وضد القوانين الإسلامية والأعراف الاجتماعية، حيث يقال لإسراء إن ما تخطط له هو خطيئة. إضافة لما قالته منظمة العفو الدولية ومجلة برلين هذه المرة تحتفي بالفيلم منظمة فريدريتش إبريت الألمانية، المنظمة ذات الوجود والنشاط على مستوى الجمهورية اليمنية. نظن أنكم عرفتم بوضوح ماذا تريد المنظمات الدولية من المرأة في اليمن، وما هي حقوق الإنسان التي يراد الوصول إليها في بلادنا. قام على جمع هذا مجموعة من خيرة شباب بلدنا، وهم رواد منصة قيم لأسرة متماسكة ومجتمع واع. رسالة منصة قيم توعية المجتمع اليمني بخطر الثقافة التغريبية والتحذير من البرامج والأنشطة الممولة التي تسعى إلى هدم الدين في نفوس الشباب وتفكيك نظام الأسرة وزعزعة القيم الدينية والاجتماعية، وبناء مجتمع واع بقيمه متمسك بأفراده محافظا على ثقافته. هدف المنصة الرئيسي الحفاظ على الأسرة والمرأة اليمنية وكشف حقيقة أنشطة وشعارات المنظمات الدولية والمحلية المرتبطة بها. أخيرا، سأضع بين أيديكم روابط المصادر والمراجع في وصف المقطع أو في التعليقات لتتأكدوا بأنفسكم من المعلومات الواردة.
كذلك قبل أن ننسى مواقع منصة قيم على السوشيال ميديا كي تكونوا بالقرب مما يدور في كواليس المنظمات الدولية والمحلية في بلادنا في مختلف الجوانب وفقا لمخطط عالمي يهدف إلى تغريب المجتمع وطمس الهوية. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.